السلام عليكم يا جماعة. قوقعة ستيب فور توداي 27. عاوزة أرد فيها على سؤال جالي من بنوتة جميلة كده بتقولي إزاي ممكن أكسب ثقة الناس من غير ما يستغلوني. فالسؤال في حد ذاته جميل قوي عشان هو بيبين قد إيه المهتم بالقصة دي هو شخص عنده اهتمام بإنه يكون قد المسؤولية. فكل الدعم، وخلينا نشوف ممكن نعمل كل ده إزاي. الأول لازم يكون عندك هدف واضح، انت عاوز تقدم ايه للناس، عاوز تخدمهم ازاي. وما تخافش على فكرة من كلمة تخدمهم، لأن احنا عندنا مقولة بتقول خادم القوم سيدهم. سيدهم ده مش يعني اللي بيتكبر عليهم، لا، ده اللي بيسود المكان بحضوره. يعني لما يبقى موجود الناس بتكون عارفة انها هتنتفع بطريقة او بأخرى. انت عارف كمان انه من ارقى انماط المهارات القيادية هي السيرفنت ليدرشيب. هي ما بتقللش من قدرك ابدا، بالعكس هي دايما بترفعك قدام الناس من كتر ما انت متواضع في خدمتهم، بس بدون تقليل لقدرك او بدون ان انت ما تبقاش انت شخصيا فاهم قيمة نفسك. طيب بنحقق ده ازاي بقى يا جماعة؟ انه انت لازم تحاول تكتشف ربنا ميزك بإيه عشان تقدر تستخدمه في نفع الناس. وبعد ما تكتشف ده بنترن النوليدج دي into practice، يعني بنستخدم مميزاتنا ونقاط قوتنا في الواقع بقى. يعني ما نمشيش نتكلم كده عن مهاراتنا وبعدين ما نعملش بيها حاجة، لأننا لو عملنا ده ممكن نكسب اهتمام الناس لفترة معينة، بس لو مش بيشوفوا مننا واقع بيترجم الكلام اللي احنا بنقوله هيبعدوا عننا بعد فترة قصيرة. فخلينا دايما قد الكلام اللي احنا بنقوله. يعني في مرحلة التنفيذ ما تخليش الناس تجيلك عشان تبقى عايزة تستفيد منك من علمك ومن معرفتك، فتسمع منك ردود زي معلش اصلي مش فاضي، او النقطة دي مش هعرف افيدك فيها. لا، لو وضحت للناس انك شاطر في حاجة معينة يبقى لازم تكون قد الكلام ده. طيب، ومن فضلك نقطة مهمة جدا كمان عشان تقدر تكسب ثقة الناس، ان انت لما تكون مش عارف حاجة من فضلك قول معرفش. لكن هل بنقف عند النقطة دي اقول للناس معرفش وخلاص؟ لا، هيكون وقتها ضروري جدا ان انت تدور وتتعلم وتعرف الحاجة اللي انت كنت بتجهلها لما سألوك عليها. طيب عرفت المعلومة، نعمل ايه بقى؟ ضروري، وعايزين نحط مليون خط تحت ضروري هنا، ان احنا بعد ما عرفنا اجابة الحاجة اللي سألوني عليها ان انا ارجع للناس بالمعلومة عشان اأكد اهتمامي بالموضوع. النقط دي هي اللي بتساعدك ان انت تكسب ثقة الناس. طيب هل بنتوقف بقى يا جماعة عند المرحلة دي؟ لا، احنا كسبنا ثقة الناس لازم نحافظ عليها. طيب بنحافظ عليها ازاي بقى؟ أول طريقة إن إحنا لازم نكون دائمين التعلم والتطور عشان نكون قد مسؤولية الثقة دي. يعني ما ينفعش نتعلم حاجة وبعدين نتوقف عند حد معين ونقول ما أصلا أنا خلاص عرفت، أصلا أنا هعرف إيه أكتر من اللي أنا عرفته. لا، الدنيا طول الوقت العلم بيتطور فيها وبيحصل فيه حاجات جديدة، ولازم أكون مواكب لده عشان ما بقاش outdated في فترة يجي حد يسألني على حاجة تبقى دايما معلوماتي قديمة وما بقاش مصدر أو مرجع للمعلومة. فده بيقلل بعد كده ثقتهم فيا. لكن لو أنا عايز أفضل أحافظ على الثقة دي يبقى لازم أفضل دائم التعلم والتطور. طيب النقطة التانية اللي بتخليني أحافظ على ثقة الناس فيا، وهي اللي بتجاوب على النص التاني من السؤال، هي إن أنا ما اسمحش للناس باستغلال الثقة دي. طيب أعمل إيه بقى؟ مجهودك اللي انت بتقدم لهم بيه المعلومات لازم يكون قصاده مقابل، ومش عيب ابدا ابدا ان انت تطالب بالمقابل ده من غير كسوف. عارف، لان لو مفيش مقابل الناس بتبتدي تستسهل القصة وهيهون عليهم مجهودك على فكرة مع الوقت، وممكن يوصلوا لمرحلة انهم مش هيشوفوا المجهود ده اصلا. انا عايزة افاجئك كمان ان انت ممكن توصل معاهم لدرجة انك تسمع منهم هو انت عملت ايه؟ يعني ما هو عادي، ما انا كان ممكن اعمل ده.
وده عشان انت ما عززتش مجهودك. فاذا كنت انت ما حطيتلوش فاليو، متوقع من الناس يحطوا له فاليو ازاي؟ لكن إذا أنت بقى شخصيا اللي حبيت إن مجهودك ده يكون هدية لشخص ما من غير مقابل، لازم يكون ده قرارك أنت بكامل إرادتك، مش حاجة مفروضة عليك. ووقتها أنت اللي بتختار الشخص والوقت والكيفية اللي بتقدم بيها المعلومة دي كنوع من أنواع الهدية للشخص ده. أنا مش مستني منك مقابل ليها، بس ده بناء على قرارك أنت. طيب لازم كمان عشان تمنع استغلال الثقة دي، لازم تعرف امتى تقبل وامتى ترفض تقدم المساعدة. إذا قبلت إن أنت تقدم مساعدة لحد، يبقى لازم ضروري جدا وقتها إن أنت تحدد الوقت المناسب والمكان المناسب اللي بتقدم فيه المساعدة والطريقة المناسبة، ومهم جدا تاني المقابل المناسب. بس مش عايزين نقول هنا يبقى مناسب ليك انت بس، لا، هو لازم يكون مناسب ليك انت وللطرف الاخر كمان. بنختار الوقت والمكان والطريقة والمقابل اللي يناسبونا احنا الاتنين كطرفين في الموضوع. طيب اذا انت حد سألك على مساعدة وانت عاوز ترفض، يبقى لازم، ده حقك جدا، بس لازم تعرف ترفض بطريقة اخلاقية. الطريقة الاخلاقية دي لازم تكون مصحوبة بان انت تقدم اسباب، حتى لو اسباب مختصرة. انت عايز ترفض ليه؟ يعني ما ينفعش اقول انا عايز ارفض وانا حر، ماشي، على فكرة محدش هيقول لك حاجة، بس وقتها هتخسر الشخص ده، واحنا مش احسن حاجة ان احنا نخسر الناس يا جماعة. احنا طول الوقت كلنا محتاجين لبعض، فلازم نقدم اسباب عشان الشخص اللي قدامك ما يتصورش ان انت رفضت لمجرد الرفض، او عشان انت مش عايز تقدم له هو شخصيا المساعدة. انا عايزة اقولك انه يعني عارف، حتى لو انت رفضت عشان انت مش عاوز تتعامل مع الشخص ده بعينه في الموقف ده، برضو ده حقك براحتك، بس لازم وقتها برضو اقول سبب، والسبب ده يكون حاجة شيك كده ما تجرحش الشخص اللي قدامي او تتسبب زي ما قلنا في انها تقطع علاقتي بيه. عشان خسارة الناس مش حاجة لطيفة أبدا يا جماعة، أبدا. احنا طول الوقت زي ما قلنا محتاجين لبعض، فخلينا ما نخسرش العلاقة الطيبة اللي بينا. فخلينا نكسب ثقة الآخرين ونحافظ عليها، بس كمان لازم لما تعمل كده تحافظ على راحتك واستقرارك النفسي، عشان تقدر طول الوقت تكون قادر تقدم نفع للناس.